بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بەڕێزان گەیشتینە بە بابەتێکی تر لە بابەتەکانی زانستەکانی قورئان کە فەضائل القورئانە. دیارە قورئانی گەورە له منزلة كبيرة ومكانة عظيمة. دیارە ینی شوێنێکی گەورەی هەیە، مەکانەتێکی بەرزی هەیە، لەبەرەوەی خاتمی کتوبی سەماویە، ینی کۆتا کتوبی ئاسمانیەکەوە هات بێتە خوارێ، وەخوای گەورەش وای لێ کردووە کە مبارەکەن وەنوورا وهودەن للناس وآية باقية ومعجزة خالدة. خوای گەورە پیرۆزی کردووە، کردیتی بەڕووناچی، کردیتە بە ڕێنوونی خەڵک، و کردیتی بە معجزەیەک یان بە ئاەتێک، ئەو ئاەتە باقیە تاوەکو دنیا ماوە و خالد و نەمریشە تا هەتایە. اینجا وقد أظهر الله فيه فضائل عظيمة. پەروەردگار چەند فەضیلەتێکی گەورەی تێدا بەدەرخستووە و جیاکاریە لەگەڵ ئەوانی تر، و ئەوەش لە چ سەر هەڵدەداتن؟ هەڵقوڵاوە من عظم مەکانەتی، کەوا مەکانەتەکەی شوێنەکەی بەرزە و سمووی منزلەتیشی گەورەیە. ئیعتەنە ئەهل العلم ببیانها، زانیان دیارە هەوڵیان داوە کە ڕوونی بکەنەوە، بگەڕێن بە دوای و تەصنیفیشی تێدا بکەن، کتابی لەسەر بنووسن. بۆیە ئەوەی کە بۆمان بەدەردەکەوی فظهر لدينا علم جليل من علوم القرآن، زانستێکی گەورەترمان بۆ بەدەردەکەوی لە زانستەکانی قورئان، ئەوش پێی دەگوترێن علم فضائل القرآن، زانستی فەضیلەتی قورئان. سەرەتا با بچینە سەر چەمکی فضائل القرآن بزانین مانای چییە. هي ما ورد من مزايا القرآن كله أو بعضه، أويا ك وارد و بومان هاتوا سنديا كاريك بو قرآن هموي عموما همو آياتكان أو بعضه، يعني هندك السورة أوي كبومان واردة تبين شرفه كبومان بدردخا قوريكي وتظهر منافعه في الدنيا والآخرة، سودكاني لدنيا وآخرة بومان أشكال دكاتن. وهذا يشمل ما ورد من فضائل عامة للقرآن، أوج يعني شمولي أودك أول خد قريتن كعموم القرآن كفضيلتي سنجوريا، أو لبعض السور يعني هندك السورة كفضائل يعني هندك آيات بتجاوز. جرينجي أهمية معرفة فضائل القرآن وثمرتها. جرينجي زانيني يعني ناسيني فضيلتي قرآن بربو مكيت يا بريزان بۆ زانینی فەزیلەتی قورئان و گرنگیەکەی و ڕەوەستان لەسەری چەند بەروبوومێک، چەند ثەمەڕێکمان پێدەبەخشیتن. لە هەمویان گرنگتر ئەوەیە، یەکەمیان تعزیز مەکانەتی القورئان في النەفس، بەهێزکردنی گرنگی و شوێنی قورئان لە ناو ناخە، و زیادەة تعظیم قەدره، و زیادە ڕێز لێگرتنی تێ. دوميان الترغيب في تعليم القرآن وتعليمه وتدبره، هاندان بو فيربوني القرآن وتعليمه، خلق فير بكيت وورد بونوش تيدا ورد ببيوا، تيدا بير بكيتوا، ومعرفة معانيه وناسين منايكاني، والعمل به كاربي كردني، والاستكثار من تلاوته زور خوينوي، وحفظه هولدين لبري بكين، والاستماع إليه جيلي بقرين. جرينجيتي تر برزان لفضائل القرآن كسيما الإفادة منها في الدعوة إلى الله، سود وقرتن لقرآن بوبان كردني خلق بوام دينا. مصدر فضائل القرآن بابزان تساوجي يعني مصدري فضيلة القرآن لتسي ورجيراوا، بهمان شد ذكر فضائل القرآن أمر توقيفي نقلي. ديارة بو فضائل القرآن فضيلة القرآن وأشهرها توقيفية بنقل جردراوتوا، لا مجال للاجتهاد فيه، يوينك واجتهادي تدا بكرين. لذا فإن مصدرها الأصل، يعني سرتساوي أصل كأساس كيتي هو الكتاب والسنة، يعني تبي بقرنو سر القرآن والسنة. موضوعات علم فضائل القرآن ومسائله، بابتكاني زانستي فضيلة القرآن وبرسكاني مسألة كاني ديار أهل علم زور قرين جان داوا هولدن كوا فضيلة القرآن كوب كانوا لجير تن بابتك وتن برسيتي تياواس. دەتوانین ئەمە بیکەین بە سێ بەشی سەرەکی نمونەشان بۆ بینینەوە.
يكمن فضائل القرآن العامة، فضيلة القرآن بشيوي قشتي. جاء في الكتاب والسنة أدلة كثيرة تدل على شرف القرآن وكريم صفاته وعظم منزلته عموما. لقرآن السنة تنبلغي زور من هي كواب آماجن لسر جوري قرآن رزي قرآن صفة كاني بهماشد ولو باي كتسن برزة بقشتي. لو أنا خواي جوري لسورة الحجر لآيات نودة فرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إما أو ذكر القرآن من دبازن دو وهي مش دي بارزين أو بلغي لسر فضيلة القرآن. هروها لسورة المائدة لآيات تلواج دفرمي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أي محمد صلى الله عليه وسلم إن بوتمان هنا وتخواروا الكتاب بالحق أو كتاب باك ما بس في القرآن حقا، وهروها مصدقا لما بين يديه وتصديق أو بيشي خوش دكا براسي دادني من الكتب لكتب كانت من كتاب ومهيمنا عليه، يعني السلطة دا الصلاة بأم قرآني لسر كتابة كانت كلا بيش خوي دا هيا. لسورة الزمر آتي بسيدة فرمي الله نزل أحسن الحديث، پروردگار جوانترين حديث جوانترين كلامي هنا وتخواروا. هروها لسورة النحل آتي هشتانو دفرمي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إما أي محمد كتاب ما مسرتو دا هنا وتخواروا رونكروية بهمشتك وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كرينيوني كرا وبزيشة ومجددرشة بهمو مسلمانا. أو كتسان آيات يكبو لسر فضيلتي قرآني بيروس. وهلا سنة بيغمبري خوا ديارة أو حديثي بيغمبري خوا من هي كإمام مسلم لحديث جابر هنا يتم كذا فرمي إن خير الحديث كتاب الله باشترين قصة كردن كلامي خداه. هروها لا فرموديش كذا فرمي ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. تفرمي هيس بيغمبري جنيا هر بيغمبري لا بيغمبر من نبوة إلا أويبوها توا كخلق باوريان فيه ناوا، يعني الكتاب كان وإنما كان الذي أوتيت أويكبو من شهاتوا كما بس يخوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي وحيا أوحاه الله إلي، يعني وحيك پروردگار وحي بولاي من كردوا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة تكاكارم كواروج قيامات زورترين شوين كوتوم هبيتن. هروها لا فرمودي ترى كدفرمي أعطيت مكان التوراة السبع طوالي أو الطولي، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل يعني ديارة يعني أما تسان سورتك معناها أو تسان سورة لمقابل التوراة قولتها تسان سورتك هي أو أنا لإنجيل لزبور بهمان شد كوردقار أو فضيلتي بقرآن دا بخشيوه. هروها بابتش كفضائل أهل القرآن وحملته فضيلته أواني كأهل قرآن كخريشي خيندني قرآن خريشي لبركردن خريشي تعليمي خلق فيري قرآن ده كان وحملته كهالجراني قرآن كأهل القرآن وخاصته هنا كلا فرمودي بيغمبري خواشات وباسي دكين أوش هموي باز لا تدكان وفيه ذكر لحفاظه بوانيك حافظا لبركري قرآن وقاريه أوانيك قرآن دخوينوا ومعلمه يعني ومعلميه أو كسانيك وكو معلم ومتعلم أوانيك فير خوازن خوان فير دكن ومستمعه أوانيك جيل دقرن والعاملين به همو أوانيش كوا كاربي ودكن من المكانة العالية همو تشيت ذاهيا كوا شوين نشي برزيان بوهيا والثواب الجزيل وبعداش تيجي نبراوها في الدنيا والآخرة لا دنيا وآخرة كوا جزيل يعني زور. ومن أمثلته في القرآن بل قبول قرآنش أويك أخواي قبل سورة فاطر لآياتي بالسنو سيادة فرمين إن الذين يتلون كتاب الله أوانيك كتابي أخواد أخوين نوا وأقاموا الصلاة إقامين ويجدكن وأنفقوا مما رزقناهم دي بخشن لويك بيمان داون سرا وعلانية بأشكراو بنهيني يرجون تجارة لن تبورا تكاكارن بو بازرگانية كأو بازرگانية قد تشي خسران دوراند النبيتن
إذا ليوفيهم أجورهم بأي وفايا باداشتهم داتو بأجرك ويزيدهم من فضله فضل فضيلتهم زياد بكاتن وأو پروردگارش إنه غفور شكور كوالي خوشبو وشكور كراوا هروها لسنة پیغمبري خواش دسر فقوري أهل قرآن وهل قراني قرآن پیغمبري خوا دفرميك لإمام أحمد لمسندكي خوي هناوتوا دفرمي أهل القرآن أهل القرآن سين منزلتي شانية هم أهل الله وأنا أهلي پروردگار وخاصته تايبة مندي أون هروها لفرمودشك كبيغمبري خوا دفرمي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كلا إمام مسلم لا صحكي خوي هنا دفرمي بيغمبري خوا فرموتي پروردگار بم قرآن قلانك برز دكاتوا وبهماشت قلانش كبيدا دنيت خواروا هوش يعني هر کس یک دست به قرآن بگری و عملی پی بکا خواهی گوره پیام برز دکات به پیت سانش هر کس یک پشت دو قرآن بکا الا خواهی گوره دانهنت خواره و رزیل و بیدا صلات یان دکاتن يعني پیغمبر خال فرمودش كإمام مسلم جرايته دفرمي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أي مسلمان أي خلشنا قرآن بخوين لبر أو قرآن روجي قيامة دبت تكاكار بخوين ركي هروها لفرمودش تكر كإمام ترمذي لسننكي خوي هنايتوا دفرمي پیغمبر خوا فرموتي من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة هر کس یک پیتێک بخوێنتەوە لە کتابی خوای گەورە ئەوە خێرێکی بۆ دەنووسرێ والحسنة بعشر أمثالها خيرش بدخر بدي هاوشيوي خويتين إن زاد فرمي لا أقول ألف لام ميم حرف ناظم ألف لام ميم حرفان ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بلام ضليم ألف بتانية حرفا بيتيكا كدخيرها لام بيتيكا كدخيرها ميم كبيتيكا دخير يعني هر سي كان كدخينوا سي خيرت بودن وسريتن هروها لفرمودية ترك لسر قوري قرآن يعني حملي قرآن هالقراني قرآن كبهمان الشد أو حديثش كدفرمي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كسي كشارزا لقرآنا لقر أو ملائكتان دانا ككرام بريزن بررة يعني مطيع جرالي فرمانا كاني پروردگار يعني سير كخواهي قرأ بلو بيان سنبرز دكاتوات والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هركس القرآن بخواني تيدا زماني تعتعاني بقرية توزيق زحمت بلا سر زماني وهو عليه شاق قرز بلا سري أو دفرمي فله أجران دو أجرو باداشتي دو خيري بودا نسرة يعني لفرمودش كإمام بخاري جرايت ودفرمي خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كز لإيوا أو كسي كخوي فيري قرآن كاو خلشي فيري قرآن كاتن يعني لفرمودش كبيغمبري خوا دفرميتن كإمام مسلم جرايتوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله هيز قالك كونابيتوا لمالكاني خوا تيدات سبكن إيشانسيا يتلون كتاب الله يعني أو اجتماعا بو كوبونوال بو خوينوي قرآن بيتن ويتدارسونه بينهم مدارس سبكا يعني بيكتر بخوينوا إلا نزلت عليهم السكينة إلا آرامي بسريان دا ديت أخواري وغشيتهم الرحمة وبزيش دان دبوشي وحفتهم الملائكة ملائكة دوريان دقري وذكرهم الله في من عنده پروردگار لا يخوان لا ملائكة باس لو كساندك كوا لمالكاني خوا خليج يخوان دني قرآن مدارسة دكان ذا آثار أحاديث سوارت بو بابتا قليق زورا وهروها بابتي تر فضائل سور القرآن وآياته وفضيلة قوري سورة كان قرآن آيات كان قرآن أوش بهمان شد لبيغمبري خواها توا كبلغي لسر فضائل خاصة لبعض السور أو الآيات كهندك سورة فضيلة خوان هي هندك آيات بهمان شد وكان منهج المصنفين في ذلك بلام أوانيك تأليف يعني لهم بوارك كردوا منهجيان شوم بوا يكم زار كهسان أقوال دفرمين يراد أقوال الرسول في السور أو الآيات التي تصرح بفضلها هستا ونسيان كرديا حديث كان بيغمبري خوان هناوا سبارت بقوري أم صورتا يام بقوري أم آياتنا كوالا فرمودك بأشكرا تصريح بيكراوا أماجي بيكراوا يان دبيني بيغمبري خوا باسي هندق مواقفي كرديا لو موقفانا أماجي بقرنجي صورتا كان كردوا
من أهمها لهمان قرينكتر بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لمنزلتها كقوله عن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. أويك بيغمس صلى الله عليه وسلم باز لقوري سورة فاتحة كل كفرموتي قورتين سورة القرآن سورة فاتحة. أوك إمام بخاري لا صحيح خوي دا هناويتوا. وهروا بيغمبري قال فرمودش كإمام مسلم باز دكا دفرمي أنزل أو أنزلت صحابة برزكا دفرمي دا بزيم علي بسر بيغمبري خوا دفرمي بسرم دا بزيم آيات سن آياتك لم يرى مثلهن قط نبي ندراوها الشوي بهيج شويك أو دو سورة السنة المعوذتين أو دو سورتين كقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هروها بيغمبري خوا وصف آياتي كرسي كرديا بأنها أعظم آيات في كتاب الله قورترين آيات لكلام خوا يقول كتاب الله تيها كآياتي كرسيها. أوش كإمام مسلم لا صحكي خوي هناوتوا. وهروها برزان لا سبارت بفضيلة قوري قرآن بزين بيغمبري خوا تسون باسي لهندك سورة كردوا دفرمي ذكر الرسول لأجر أو دفع شر دنيوي أو أخروي. سون بيغمبري خوا باسي قوري أم سورتي كردوا دبني باسي كردوا فرموتي أم سورتا خويندني أو أجرو باداشتي يعني هر كسيك أم سورتا بخويني خواي قورا لدنيا لم شرا لم ناخوشا دي باريزي يعني لآخرتها أو أخروي ترتبوا على قراءاتها كوالا كوتايدا سن أجرو باداشتك لسر خويننا وكي بدز ديني وكوتي وكو حدثي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كإمام بخاري ومسلم جراوي تانوا فرموتي أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة الثلث القرآن كسهي كوا ريقر بي تواناي نبيتن سيتي قرآن بخويني قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن وكان أي بيغمبري خوا صون دتواني إما سيتي قرآن بخوينين آخر توسطو سوار دا آيات 6200 قصور آيات أتوقر دابش السيكي صون يعني ثلثيك دتواني إنسان بخوينين بيغمبري خوا فرموي قل هو الله أحد سوري الإخلاص تعدل ثلث القرآن كتو سوري إخلاص دخيني كأنما قرآن بك سيبش بشي كتخوين دوتوا. وهروها أو باس لك قوري سوري إخلاص كردوا بمشي وازا هروها دفرميتن بزن سبارت بديار كردني فضيلتي أم سورة بيغمبري خوا تسون باسي كردوا تفرمي إن الشيطان ينفر من البيت الشيطان لو معلا بدور دكوي هردية النوم عليه الذي تقرأ فيه سورة البقرة كسورة في بقرة تدا دخوين دري صعب بريزان أمره تشي زور قورمان هي ناو خلق مسألة سحر مسألة زادو أجتانا تكري خلقاني كاكا لباتي سرداني كسانك بكالواني أو كسانت زيقاي بسيار بن يعني علامة استفهام يعني لسربي لما أني خود سورة بقرة اللي يبدو الحمد وسائلي أمره لداني قرآن تلفزيون هي تسنان وسائلي ترهيها بيقصر سورة بقرة أو حرب بخوي شيطان لو ما لا بدور دكوي الشيطان جهر مالك نبيتن وقرآن تدابي خوين إلا ملائكتي تدابي ملائكة كوهوي بركة ورحمة ودبنا باريزري أو مالا يعني بيغمبري خواد فرمي من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه هركز يقدو آياتي كوتاي سورة بقرة بخوينتن للشودة تفرمي كافية بو أو كوا خواي پروردگار أو مالا بباريزي يعني كسكا بباريزيتن. وهروها دبينين كيقل شوازة كانت تركا بيغمبري خاتسون باس لقوري سورة تكي كردوا داري قصد الرسول صلى الله عليه وسلم قراءتها في وقت معين دبيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم داري أقل لو كاتا أم سورة بخوينة أو أزرو باداشتي هروكو هاتوا لسبارت بسورتي الكافرون والإخلاص لسني الفجر يعني أو دور كعاتي بيش ميجي بياني كبيغمبري خوا أصلا لو دور كعات فرمي خير من الدنيا وما فيها كوا كردني دور كعات سنتي بيش ميجي بياني خير للدنيا وأولنا ودنيا شيئا إنزال لنا أو دور ركعات السنتي قبليا إنسان لركعاتي كم سورة الكافرون بخويني لركعاتي دومي سورة الإخلاص بخويني تن هروها ركعتي الطواف أو كساني كدسن طواف ده كان دواتر دور كعد لبرامبر مقام إبراهيم رو كعبة دور كعد السنة ده كان بهماشت كركعتي الطواف بيدا قلت لركعتي كم سورة كافرون لدومي سورة إخلاص بخويني أو في الركعتين الثانية والثالثة من الوتر يعني أجر هاتو وتر يشي كرد لسير ركعات لركعات الدوم وسيم تتواني سورة كافرون وسورة إخلاص بخوينين وسورة الأعلى سورة أعلى دا ركعتي كم بخوينيتن
وهروها بيان أثرها الحسي والمعنوي على المسلمين. بريزان يعني حتى أخواني القرآن كاريجري حسي هي يعني أشكرا كهس بيدكيد وكاريجري معنوي شي هي لسر مسلمان. هروكو يعني السبارات بو رقيك لسورة فاتحة يعني سنة سورة فاتحة وكو رقيك وكو نشتيك بخوانيتن أجرو باداش دي بيدا بيتن أوش كلا فرموديتش الصحيح كأبو سعيد الخدري دجرتوا تفرمي مجموعة صحابية شي باريز بشوين يقدروا يشتن بناو برين قوم يقلا قوم كاني عرب جارا يقلا جورا كاني عرب سرت الدعوة ميوان داريان كرديا وانا جران نقرتونا ميوان داريا كان قبول نكرديا دواتر لايك بخوان أو شو ماونتوا جوري أم هوزا شو شتيك بيودة داتن اوان تسن دكتوري خو شارزای خویان هینا حکیم او کسانی که شارزانه نه انطانی چار سری ام کسب کن کشتیک پی ودابو از دو پشک مارا گوتیان کاکا بابسین داوا لو کسانه بکن کم سلمان بزانی هیچ بدیلک هیچ رقیه هیچ تیشان هی تاواکو چار سری گوره کام که کشتیک پی ودابو اویش گوتی بشرتک اگر هاتو لمقابلی چار سرکی او مجموعه لغنم لمردم هویتن باش شرطي ديم بوتان دكم قوتيان باشا رازين إذا داري سورة فاتحة دخوين دوا دمي هو بدأت يخوي بتفدى كردو لشوينا كيدا دا دفعت زاري سورة الفاتحة دخين ما شاء الله إيش شكي كم دبو بمشي وازا دواتر إيش شكي إنما إنزل لمقابلها سير كان يعني وكا كاريجريش حسيها يعني كهسي بيدكريتن لمقابلها أو شتي كوال اتفاق يعني سير كردبو وري كردبو لو مراني كوا هبا دواتريش كقران وما بين إخوان دابشان كرد بيغمبر إخوان فرمي بشيش بو من دابنين أويكا لسر مسألة درستيا كي هروها ما جاء أنه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتان وينفث هروها خويندني أقر شوين كد إيش يهبو تطواني إنسان سورة المعوذتان بخويني وفو بكات يعني سورة كده خويني فو دكيلو شويني كوا إيش هي هروها سبارت بجوري هندك صورة يعني هندك آيات لسبارت بابتكان من أكبر موضوعات فضائل القرآن وأوسع أقسامه ديار والزور فراوانا وآثار اشتداق لك زوراتها بلان بيويستا أقاما لدوشد بي كزور جرينجا يكميان أن السور القرآن التي ثبت فيها فضائل أقل من السور التي لم يثبت فيها فضائل أقدر من أسورة تاني باز لجوري دكا أو سورة جمارة كان زور كما سبارت بو سورة تاني كوا فاضلت هیچ باس نکره كواتا تطوان بين كم ترين صورة باس دا قوري يكرا نكهم صورة يك باس دا قوري يكرابي دوام شد أنه دفرمي كثر الوضع في فضائل الصور ديارة الكونا كسانك هبون هستا هون فرمودان دروس كردوا كموضوع بزماني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بقوري أم صورتانا تبع عمومي باسي قرآن كديان هندق صورة بصورة هاتون باسيان كردون هروكو لو حديث موضوعا كموضوع دان دراوا كحديث يشي دورو دريجة كلا أبي كري كعبة بمرفوعي يعني دانا بال بيغم صلى الله عليه وسلم نقر كراوا سبارت بصورة دكاني قرآن صورة باس كراوا يعني أوا خلق بيوسا أقادار بكوا أمان سيا أمان موضوع دان دراوا هندق للزاهدة كاني أو كاتي خويان يعني بسيارين اللي كراوا بو حسلا حديث الدانا يعني ونازاني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دي وبختاني بزماني بيغمبري خواه أويش بقناعتي خوي قلت كأنما خلق دبين مهمو بشتيان لقرآن كردو خريجي قيلو قارن هستا ما حديثا بناوي بيغمبر دانا بوي خلق راب چشموا بو قرآن كوا خلق رولا قرآن بكاتن بلان بيويس خلق آقاداري أم زورا اشتانبا لو زور حديثانا يعني لو منشوراتانا كبلاو دبتو كها أصلينيا خلق خوي لي بدور بخاتوا بابت يشتر تفاضل سور القرآن وآياته يعني جوري فضيلتي هندك سورة ديان هندك آيات كالوانا باسكراوا ديار هندك حديث هاتون لسبارت بفضائل القرآن عموما يعني وهروها كبرن باز دا جوري قرآن بتنيا دكا لا شك أو كواهيا هروها هندك شيء تايبته بهندك آيات وهندك سورة كأم آياتان هم سورتانا جوري خو فضيلتيان هيا وزياتر أجر باداش لسر خوينوي وردقرين وهذا يفيد إثبات التفاضل أوش بلقي لسر جوريا يعني جوري أم سورتين جوري أم آياتان لأن زيادة الأجر دليل على زيادة الفضل بوني زيادة باداش ورقرتن بلقي لسر كأم سورتا جورتر لسورة كان تر جمهور علم لسر أو قولنا بل هي هندك سورة فضيلة لهندك سورة زياترة
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خواه لي بيد فرمي والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف. يعني بلين هندك لكلامي خواي جورا أفضلي يعني فضيلتي زيادة لهندك شتر أو قولا نقل كراوة السلفي الصالح رزاي خوان لي بيتن، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم كوا زانياني هرتسار مذهب غير وانش كوا لسر أنبو سنن بله هندك صورة فضيلتها لهندك صورة زيادة هندك آيات فضيلتها لهندك آيات زيادة بلغشان لسرتيها أو آياتي صدو الششي سورة بقرة أو دكنا بلغا كخواي قد ما ننسخ من آية أن ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هيت آياتك نسخ ما نكردو يعني حكم كمان هل نقرتها أو ننسيها أو نتركها يعني وازما ليلنا نأتي بخير يعني باشتر له هي أو بلغية لسر ما دام باشتر له يعني دكري أم آياتها باشتر بلا آياتها كتل لروي فضيلتها. هروها بشتيان بس يبتن حديث يجيك لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نقل كراوا كباز لقوري هندك سورة دكا وهندك آيات هروها كوي كسورة فاتحة كفرمي أعظم سورة في القرآن يعني باسي آيات الكرسي كدي أعظم آيات فيه بها ماشد كوانا بلغان يعني هندك سورة لهندك سورة فضيلة زيادة لهندك آيات فضيلة زيادة. زور جرين قال لي را مسلمانا شون بقرينو يعني لا تسر تساويك حول دين او زاني فضائل القران ور بقرينو سوره كانت توم زانين عموما وكو قران يعني سوره اصل وبرزان في فضائل القران وسوره لا فضائل القران كان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دبي اعقداري وبابه من دبي حديث بلا بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم واو حديث دبي صحيح بيتن فإن مصادر معرفتها الأساس هي القرآن يعني مصدري من الرتيب ناسيني فضائل القرآن يعني سورة كان آيات كانت يا قرآن وارها دوميا وكتب الحديث النبوي فرمودا كان حديث بيغمبري خوان صلى الله عليه وسلم وإساج يعني كدين السري داين كان بتسن باش يكوب ويوي برز باسي كان يكمشت المصادر الأساسية مصدر ابن الرتيا كان ككتب حديث بدوش شيوا كتب الحديث الجامعة كتبي يعني أو كتاباني كحديث بيغمبري خواي تدهنا جامعة يعني همو حدث كان هلا بابي كم تاكو كوتاي لكتابي كم تاكو كوتاي همو بابا كاني تدا باس كراوا بلام أوزانا بريزانا هستاون سيان كردون حيث أفرد بعضها كتابا خاصا ضمينها بعنوان ضمينها بعنوان تمشاهد كان إلا ناو صحيح كي خوي يعني ناو سننا كي خوي بابي تهيبت من كردوا كبون منا وكو صحيح بخاري يعني بون منا يعني سنن ترمذي كفضائل القرآن يعني بابي تهيبت من كرد يعني ناوي لنا فضائل القرآن كلا صحيح بخاري هاتيا لسنن ترمذي وهروها لسنن الكبرى إمام نسائي وهروها كما أورد بعضها آخر أحاديث فضائل القرآن ضمن كتابها الأخرى يعني بون منا زاروها كتابة تسر بخوي بونا كردوا بركو لنا أو ترباسي كردوا لو أنا كلصحيح مسلم للسنن أبي داود كواتا بيش هموش هكذا بيبقرينو بوتي بقرينو بكتب أحاديث بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. دوم شد لمصدر أساسية كان برزان كتب الحديث الخاصة بفضائل القرآن أما عندي كتاب ما أنا بلام كتابك كتابي حديثين بس يتهيبت من ده بفضائل قرآن لا هم ينقلين كتير فضائل القرآن ومعاليمه وآدابه كأو كتاب أبي عبيدة القاسم بن سلام كصالي دوسطو بسوتساري هجري وفاتي كردة طواني بين يكم كتابة كواب دسمان جيشتوا جرينجي بابتا داوا. دوم شد فضائل القرآن لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري كلا صالي صار ستو سيدو كقرني بين زما وفاتي كرديان بهماش تحستا وهمو حدث كاني بيغمبري خواس بارد بفضائل القرآن هنا لكتابك شناوي فضائل القرآن. أما المصادر الفرعية برزان أما المصادر الفرعية يعني مصادر فرعية كان لا وجه كان أوش تن مصادر يكن دتوين أماجان بيبكين لو أنا يكم يعني كتب التفسير بو كتب التفسير بيوندار به سورة كان تفسيري سورة كان ذاك لا ماش جزانيان كواجرين جام بس ده مفسر كان اعتنى كثير من المفسرين بذكر فضائل القرآن بس ده جوري القرآن يعني كرديا زي إما كمقدمة للكتاب هي وكل سرتاي سورتك بس كردوا كابن كثير في تصنيفهم الذي طبع مستقلا بعنوان فضائل القرآن
كدواتر باكو كتابة السر بخو بناي فضائل القرآن لابن كثير طبع كراها هروها إمام قرطبيش بهمان شد الجامع لأحكام القرآن يعني هنديك مفسير هستا ونشكيان كردوا لمقدمين السورة كان يعني كسجيت سورة لمقدمة كفضيلي هي حديث هو وارد وتسر قوري أم سورة باسي كردوا يقلوانا كالثعلبي للكشف والبيان ابن كثير تفسير القرآن العظيم السيوطي للدر المنثور هروها البغوي لمعالم التنزيل الزمخشري للكشاف البيضاوي لأنوار التنزيلي أو مفسرين هستاون كهاتون سر صورة لفضيلة كان لمقدمة باس كردوا دوام مصادر لمصدر لاوتش كان كتب علوم القرآن الجامعة أو لا كتب علوم القرآن كان كجامع يعني همو نوع كان لزان سكاني قرآن لخو قرتوا أو أنا شستاون بهمان شد يعني بابتشي خاصيان يعني فصلتشي خاصيان كردوا لجيرنا نشاني فضائل القرآن والصور هي يقلوانا جمال القراء وكمال الإقراء هستوا لعلم الدين السخاوي هستوا تايبة مندي كده بس لفضائل القرآن دكا يعني لفضائل سورة كان آيات كان وأروها إمام السيوطي بهمان شد للإتقان في علوم القرآن هستوا بس لفضائل قوري قرآني كردو أما جي بي كردوها زي إن شاء الله ليرة كتايبة درس من دينين درس دهاتوش إن شاء الله سنستر إعجاز القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.